ورجعنا ليكم من تاني ومن عيادة فيت اند سليم كلينيك فرع الجبل الأصفر. النهارده بنقابل باشمهندس إبراهيم وعنده تجربة حابب يحكي عنها. هو بقاله معانا في العيادة 3 أسابيع وحقق نجاح كبير وإنجاز كبير. هناخد رأيه في كذا حاجة كده عشان يوصل صوته لكل الشباب وأي حد لسه عنده طاقة سلبية تجاه الدايت مبادرش برحلة نزول الوزن يبدأ يتحمس ويشجعه ونقول له هابي نيو يير وميري كريسماس ويبدأ على طول. ده الوقت المناسب. هو حابب يوصل صوته لكل الناس. عايزين نعرف باشمهندس ابراهيم، اخبار المقاسات معاك ايه في ال3 اسابيع ده؟ ايه اللي اتغير معاك وايه اللي حصل؟ البرامج اللي انت عملتها في التغذيه دي كان مردودها عليك ايه؟ تمام، الناتج، الاحساس، الحياه بتاعتك، كل اللي حصل معاك في 3 اسابيع. فكرة أصلا إن أنت تبدأ إن أنت تاخد خطوة زي دي. بمعنى صح، أنت كل يوم بتقول بكرة، كل يوم بتقول بعده. لا، هو الموضوع إصرار، عزيمة. الموضوع عبارة عن قرار، أنا هعمل كذا. في الأول كل سنة وانتم طيبين، كل إخواتي طيبين. عايزين نبدأ سنة جديدة بموضوع جديد، عايزين نبدأ سنة جديدة إن إحنا في تغيير أكتر، في حاجة أحسن. موضوع ان انت جسمك ينزل، لا ده موضوع جميل جدا. ده موضوع بيخلي في طاقة إيجابية حرفيا بتحصل، سواء في حياتك العملية، في حياتك حتى جسمانيا، حتى نفسيا. في اختلاف كتير بيحصل. أنا واخد القرار من بدري، تمام، بس ما قلتش هنفذ. بمعنى أصح القرار ما خدتوش غير في لحظة معينة. أنا بقالي هنا ما يعادل تقريبا 3 أسابيع، بس بجد المعدل اللي أنا نزلته مش كتير. بس أنا فرحان بيه جدا. في ناس كتير تقول لك لا، اللي أنت بتعمله ده غلط، مش عارف إيه، يا ابني هتأثر على صحتك، يا ابني هتأثر على الكلام ده كله. لا بجد، الموضوع مش تأثير على الصحة، الموضوع إن هو تنظيم أكلات. ما بتحرمش نفسك عامة أصلا من أي حاجة. تعمل كل حاجة في يومك عادي جدا، كل حاجة حرفيا بتعملها بس بنظام معين. تاكل كل حاجة بس بنظام معين. بتلاقي نفسك بدل ما كنت بتاكل حاجات تأثر عليك بالسلب، سواء في الزيادة في الوزن أو حتى تأثر عليك بالسلب إن أنت يجيلك مثلا حاجة، يعني مثلا مثلا زيادة السكريات. لا، تقليلها بيقلل مثلا، بيخلي الجسم ينزل، وفي نفس الوقت بيقلل أمراض كتير. قلة أكل الدهون بيخلي الجسم ينزل، وبرضه بيخلي الجسم ميتأثرش بأي حاجة. لا، أنا نزلت بالنسبة لنا حاجة محترمة جدا. أنا نزلت 10 كيلو في خلال 3 أسابيع، وأنا مبسوط بحاجة زي كده جدا. فاللي أنا عايز أوصله لإخواتي إن تغيير الوزن حرفيا بيفرق معاك في كل حاجة في حياتك، نفسيا، عمليا، حتى جسمانيا. بتلاقي في تأثير في حياتك بالكامل. طبعا أنا في فرق كبير ما بين صوري من دلوقتي، وفي فرق بين صوري من 3 أسابيع. في فرق بين هدومي دلوقتي وفي فرق بين هدومي من 3 أسابيع. في حاجات حرفيا بتكتشف ان هي لا، كان لازم انها تحصل. انت بقالك كتير عمال تفكر، بقالك كتير بتحاول ان انت تعمل. بس نصيحة مني، ما تقولش انا هعمل كذا، وما تقولش انا ناوي اعمل كذا، وما تقولش انا ممكن اعمل كذا. لا، اعمل وخلي كل اللي حواليك هو اللي يكتشف ان انت عملت. طبعا احنا سمعنا رأي باشمهندس ابراهيم في الدايت وفي التغيير الجذري للشكل والمقاسات، وحابب يوصل صوته لكل الناس ويبدأ معاهم سنة جديدة، وبيقول لهم لازم تبادروا بنزول الوزن ولازم تبدأوا على طول، عشان هو حصل تغيير كتير قوي في حياته وده فرق معاه على المستوى الشخصي والمستوى كمان البدني. حاسس بفرق كبير في المقاسات وفي الدهون وفي العضلات وفي كل حاجة. ووجه رسالة لكل الشباب ويقول لها لازم نبدأ دايت في أسرع وقت عشان حياتنا تتغير معاه. ان شاء الله كل مره هنقابل حد كده ناخد رايه عشان نوصل صوت الناس كلها اللي بتتابع معانا اعداد فيت اند سليم كلينيك، ونوصل لهم التجارب بتاعت الناس. يبقى احنا بنوصل التجارب وفي نفس الوقت بنوريهم فرق النتائج. شكرا.